السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازاي الحال؟ اتمنى تكونوا كويسين. الفيديو ده فكرته ايه؟ فكرته هانزو بيلد هاي موبيليتي. تمام. طبعا احنا بنعمل بيلد هانزو دلوقتي سيمي تانك. الجزء الاول بيبقى تانك والجزء التاني بيبقى دامج. احنا الجزء الاول ده مش هنغير فيه اي حاجة غير البوتس. تمام. لكن نفس حزام الرعد هو عادي هنبدأ بيه ونفس الكلام هنمشي نفس الجزء. التانك مش هنغيره، اللي هنغيره بقى هو جزء الايه، هو جزء الدمج. وهنحاول نركز على الموبيليتي العالية، لان هانزو كل ما الموبيليتي بتاعته اعلى كل ما يقدر يعمل الالتيميت من مسافة اكبر وهو في امان اكتر. تمام. دور صراحة دور صعب جدا يعني. تمام. دور صعب جدا، تابع على الاخير. ولو اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا. صلي على الحبيب عشان قلبك يطيب وخلينا معاك. طبعا هبدأ بالريد بوف. كان طبعا هو في الطبيعي دلوقتي ان انت كجانجلر ما تبدأش بالريد بوف او البلو بوف، لكن عشان هنزو تمام يعني مش محتاج اصلا، مش محتاج وقت عشان ياخد اي حاجة. فالريد بوف عنده اوكي يعني هو الافضل يعني عشان ياخده بالفيرست. تمام. لكن لو انت بتلعب اي جانجلر تاني ما تبدأش بالريد بوف ولا البلو بوف. واضح ان في ناس، انا طبعا ما كنتش مركز خالص في الكتابه، بس واضح ان في ناس ايه عارفين بعض من الاعداء ومن اللي معانا. المهم فلورين وبناديتا جابوا زايلونج في الاول. انا وانا ببص في الماب على زايلونج كان المفروض يهرب، يعني هو برضو تنبي فايت، فده كانت حاجه غريبه يعني. تمام. انا بقول لهم انسحبوا. هنا بتلعب على هادي خالص. لازم تكون مدرك حاجه مهمه يا جماعه، ان انت بتلعب بهانزو، انت بطل ليت، لازم تكون عارف ان انت ليت. طبعا هي مستني الالتيميت يفتح. نبدا على اوبسيديا. تمام. معاها الدرع، نحاول نضغط عليها وبالفعل جبناها. ودايما لازم تخلي الروتيشن بتاعتك باتجاه الجولد لين. تمام. هنا الراجل ما شاء الله يعني انا افتكرته معاه التيميت، بس انا بقى اكيد مش معاه التيميت لانه عمله على اكيد على بياتريكس. اوكي مش مهم. 3-2. التيم بيلعب اجريسيف ما شاء الله. طبعا انا ما اعرفش انا ليه، يعني كنت المفروض احاول اضغط على فالر مش جلو، بس انا كنت عارف ان انا ولا هقتل ده ولا هقتل ده. تمام. لان التيم بتاعي ما دخلش. هنا يا عم فالر جاي يضايقنا في الجانجلينج، برضه ملهاش هدف. تمام. طبعا هنا بحاول اضغط على التريتري، لكن للاسف دوست تريتري، لكن للاسف هارلي كان اسرع مني. تمام. خصوصا ان انا جاي اسرقها اصلا، يعني هو ليه افضليه. هو قاعد مرتاح، انا هدفي ان انا احاول اسرقها. المهم جبنا هنا جلو، بنحاول نجيب العم هارلي. دخل جامد في التاور يعني، كان عايز يقتل فلورين. وزي ما احنا قلنا في فيديوهات قبل كده، ما تدخلش بزياده. هنا جبنا العم زايلونج. هو حاليا اصلا زايلونج اختيار مش كويس خالص في الرانك يعني، اختيار ضعيف حاليا طبعا. ممكن ياخد بوف بعد كده يبقى اقوى او يبقى كويس. بس هو بالمناسبه مناسب قدام بناديتا. هو مناسب قدام بناديت لانه بيقدر يتتبعها بالسكند بتاعته بالفيرست بتاعته. لو هي ما رسترتش السكند بتاعتها صح ممكن يقتلها. عمنا بياتريكس بيقتل الاوبسيديا. وهنا بيبدأ يوضح لك انما اقوى اتنين فيهم هما جلو وفالر، ان هم تقريبا اللي ما بيموتوش فيهم. ضغطنا على العم فالر ما شاء الله، الحسد يعني جايه صح. بس هو فعلا هم لا متعبين، هم متعبين. وهنشوف كده على مدار الجيم يعني. طبعا انا وفرت الفيرست، تاخد بيها البلو باف. دايما الفيرست وفرها للبلو باف او الريد باف، عشان الحاجات دي هي اللي بتاخد وقت في ان انت تجنكل فيها. الباقي كله عادي، ممكن تدوس بالريتري، تاخد بالسكند وتقعد عادي جنجل زي اي جنجل. فاهم قصدي؟ لكن الفيرست دايما وفرها للبلو باف او الريد باف، او مش دايما، خليها غالبا. عم جلو طبعا هم المفروض يكونوا واخدين بالهم منه، لان انا شفته قبليهم يعني. هو كان ظاهر على الماب لكن قتلهم. انا مش فاهم ازاي يعني، هو كان ظاهر على الماب وظاهر ان هو جاي من ورا. يعني تيمي مش مركز في الماب ده بيبقى حاجه صعبه. بنضغط على العم اوبسيديا. طبعا هنا انا بجمع عليه انا مش عايز اقتله، انا بس بجمع عليه حزام الرعد. تمام. الواد هارلي كان مستغل ان انا طبعا هيلينج قليل وكان هيقتلني.
لكن فلورين دست الالتيميت، انا صراحه شايف ان ما كانتش تدوس الالتيميت لان انا كنت ههرب، واضح ان انا كنت هربت خلاص، بس هي دست الالتيميت. اوكي يلا مش مهم، على الاقل ده معناه ان هي مركزه لو حد هيلينج بتاعه قليل. هنا جلو ما شاء الله دخل فينا. طبعا هو هنا مستنيني اخلص الالتيميت بتاعي، ايوه شايف، عشان يركبني، ولكن انا موبيليتي عاليه، هو بيحاول يعني، بس موبيليتي عاليه، صعب ان انت تمسكني وترجعني للفيرست بتاعتك. طبعا انا مش هسيبه خلاص، مادام لانه مزعج، تمام، مادام هو قرب يموت مش هنسيبه. تمام. ناخد الريد بوف. هنا لو لاحظنا بالله العم جلوب بيقول لك في ايه يعني، انا مش فاهمك، ورث ايه يعني؟ انت واحد من تيم الاعداء هنسيبك يعني؟ انا مش فاهمك. انا كنت عايز ارد عليه بس انا قلت لا، سيبك منه، خلينا نركز مع الواد زايلونج اللي مقدم داس الالتيميت. وده انا قلت لك في ده من ميزه التيميت هانزو، ان هو بيخلي التيم اللي قصادك يضيعوا التيميت، يضيع فليكر، يضيع سبيل، يستهلك ميزه امبلم كده، فاهم؟ فطبعا لازم التيم بتاعك برضو يكون مركز مع النقطه دي ويحاول يستغلها صح. احنا طبعا جلو راكب باتريكس، خلاص اكيد هتموت، حتى لو احنا ما ضربناش فيها هي يعني اكيد هتموت. طبعا هنا ركزت على الترتل، تمام. نضغط على العم جلو، مش عايزينه يهرب. فالير، انا ما اعرفش يعني، انا السكند بتاعتي ما شاء الله عملتها وحش يعني. وخلي بالك انا طبعا ده بس تصوير، تسجيل بعد التصوير، فانا برضو يعتبر براجع الفيديو معاكم، تمام، وبقول لك على الاخطاء اللي انا وقعت فيها، طبعا النتيجة في الأول كانت 3-2 تقريبا ليهم، دلوقتي بقت 13-7. ولكن اوعى أبدا زي ما التيم بتاعي يغرك النتيجة أبدا. النتيجة، الفوز مش بالكلات، احفظ الموضوع ده في دماغك كويس جدا. هنا العم هارلي، أنا معرفش هل هارلي يعني ما كانش شايفني ولا ايه حكاية. طبعا أنا مش خايف حتى لو قتلني، مش مهم، وأنا كنت متأكد إن هو يرجع. خلاص أنت كده كده ميت. انا هنا ما اعرفش ليه التيم ما قتلوش فورا يعني، انتوا يا جدعان في ايه؟ بس شايف خد قد ايه عقبال لما مات يعني، مش عارفين تدخلوا ورا البوش. والمهم اي هجمه غريبه كده زي هارلي يعني، انت اي هجمه مش مضمونه وملهاش هدف معين ما تعملهاش. طبعا انا كنت عايز ارجع، ولكن الت اوبسيديا بيلغي الرجوع بتاع هانزو، تمام، لازم تكون واخد بالك، وطبعا بتلغي الداش. وخلي بالك اوبسيديا لو مسكت هانزو قبل ما يعمل الالتيميت مش هيقدر يعمل الالتيميت، يعني يعتبر شبه كاونتر لو مسكته بالالتيميت، تمام. فلازم تكون مركز في الموضوع ده يعني. انا هنا كنت عايز ارجع يعني، كنت هموت وارجع بس ما عرفتش. المهم طبعا بس انا بحاول استك عليه لاني عارف ان انا صعب جدا اقتله، خصوصا ان لسه الدمج مش احسن حاجه، تمام. هنا رجعنا. طبعا هارلي في الطبيعي بيكون كاونتر لهانزو، خصوصا لما بالالتيميت بتاعه، لان الالتيميت بتاعه بيرجع معاك. لكن ده لو هانزو زي ما أنا قلت لك بيلد فول دامج، لكن مع بيلد زي دي، تمام، فيها جزء تانكي، فالموضوع بيبقى صعب جدا يعني. مش بس على هارلي وسايبر زي ما شفنا في فيديوهات قبل كده وغيره يعني. حاول اقرب. طبعا لازم تدوس الالتيميت، لانك لو رحت هناك مشكله، ساعات للاسف الواحد بينسى وبيروح عند تيم الاعداء، تمام. وبنلاحظ ده بالذات في اللي لسه جديد او لسه بيلعبوا بهانزو اول مره، بتلاقيه يبص عند تيم الاعداء. فلازم تكون مركز جدا جدا في البار الاصفر اللي هو بيظهر تحتيك وبيقعد يقل، لازم تكون مركز هو اتبقى قد ايه، والهيلينج بتاعك طبعا. انا عمال بستيك العم غلو، يعني انت عمال تقول انتوا ليه بتقتلوني مش عارف ايه. طب انت اجريسيف جدا، شايف اوبسيديا كان عايز يمسكني بالالتيميت ليه؟ لانه عارف لو هو مسكني بالالتيميت انا خلاص مش هقدر اعمل الالتيميت بتاعي، وبعدين هبقى فريسه سهله، لان هانزو من غير التيميت بيبقى يعتبر ضعيف يعني. طبعا بحاول اقرب منهم، عايز استاك، ورجعت في اللحظه المناسبه. اول لما تبدا تتسحب على طول تنيك تدوس على زرار الالتيميت لحد لما ترجع، الا في حالات قليله، لو انتوا مثلا خلاص كلها مضمونه وانتوا هتقتلوها وانت هيلك هيبقى عالي، فساعتها ماشي، لكن غير كده لازم تبقى مركز في الموضوع ده. طبعا هنا بدوس ليه الفيرست قبل لما استاك، زي ما أنا قلت قبل كده في فيديوهات قبل كده، آه عشان اعرف اول لما اخلص الفيرست اضرب بيزك اتاك استاك عليه وارجع.
تمام، لان غالبا هدفي بيكون استكات. حاول ان انا ناخد اللورد. للاسف دوست الريتر متاخر، الواد هارلي سرقها مني. تمام، بس انا قلت لا نجيب جلو. تمام، نضغط عليهم. هو هنا يعني رجع لينا، فاهم. المهم طبعا هنا لا يعني فلورنس راح دست الالتيميت في وقت الصح. تمام، المره دي في الوقت الصح، يعني في الاول الدور كان انا شايفها تضييع للالتيميت، لكن المره دي في الوقت الصح. كان الواحد صراحه كان اجريسيف يعني في الحركه دي. المهم ربنا سترها، نتيجة 21-10. ولكن احنا كطورات يعني، انت بقى هنا ركز في الاوبجكتيفز. تمام، هما اللوردات. انا خدت ترتل تقريبا قبل كده، بس هما برضو جابوا ترتل. تمام، الطورات هما متفوقين، فدي بتبقى مشكلة، ده قلق. فانا كنت عايز يا جدعان ركزوا يا جدعان. طبعا هنا انا شايف انا بقى انا ما كنتش مركز، واتسحبت لحد لما رحت بالجسم الاصلي للفايت، وكنت هموت. انا كنت هموت لولا ان ما التيم كان ورايا بالظبط، كنت زماني مت. تمام، احنا حاولنا نضغط على الواد فالر عشان هو لوحده. طبعا ميزة فالر بالسكند بتاعته، وان هو بيقدر يدي ستان بعد لما يجمع 3 استكات، فبيبقى صعب جدا جدا ان انت تجيبه. تمام، لازم حاجه عندها موبيليتي عاليه جدا. انزو عنده موبيليتي كويسه، لكنه مش عاليه لدرجه ان هو يبهدل فالر او يتجنب السكند بتاعته. فلو حاجه انت قصادك فالر، لازم تبقى حاطط في دماغك ان انت تجيب حاجه عندها موبيليتي عاليه جدا. المهم طبعا احنا ككلات زي ما أنا قلت لك، احنا ككلات متفوقين، لكن بقى كطورات وكلورد وكتيم فايت وكده احنا اسوأ. حتى هتقولي في التيم فايت، احنا في التيم فايت بنبقى اسوأ، مع ان احنا بنقتلهم كل حاجه، بس بيموت مننا كتير. احنا اصلا متفيدين، لو هم بقى بنفس الفيت بتاعنا تخيل، فاهم قصدي. عم هارلي هنا كان مكمبر. وانا كنت ممكن افايته. تمام، الواحد تهيل كويس، بس انا قلت بلاش مخاطره يعني. المره اللي فاتت لما كنت هفايته لولا التيم اللي لحقني في اخر لحظه كنت هموت يعني. هنا برضه انا اتفاجئت بالعم زايلونج، انا قلت هموت، لكنه اتاخر جزء من الثانيه، بدل لما يروح باتجاهي راح بالاتجاه التاني، فما قتلنيش يعني. دي كانت حاجه صراحه، الحركه دي كانت غريبه يعني. وعلى فكره برضه في حاجه عايز اقولها تاني بهانزو، ان انت هانزو تقدر تكشف البوشات بسهوله، لان كده كده انت بتبقى بتعمل الالتيميت، حتى لو قتلوا الوحش. تمام، انت نفسك مش هتموت، فدي حاجه حلوه يعني. فانت اعرف ان انت بهانزو بتكون جزء من مهامك ان انت تكشف البوشات عادي، خصوصا لو انت مش معاك تانك، او لو التانك بتاعك من النوع اللي هو فاهم بيبقى مكسوف وخايف ان هو يدخل يكشف البوشات. طبعا الحركه دي يعني سيبك منها، ملهاش اي معنى. تمام، من اول لحظه دي عرفت ان الدور ده انا لحد دلوقتي انا بلعب على فوز. لحد دلوقتي اللحظه دي طبعا انت كده كده التانيك بتلعب على فوز، بس انا اللحظه دي بدات احس ان الدور خلاص بيضيع. يعني التيم تخيل كله مات مقابل واحد بس، والواحد ده انا اللي قتله. ف يعني صباح الخير. طبعا مستحيل انا كنت رحت الناحيه التانية عشان اشوف زايلونج. خدوا لورد، مستحيل اروح للورد، مش هستفاد حاجه يعني، كنتش هستفاد حاجه. تمام، خصوصا ان انا كنت بعيد، انا كنت اقرب كنت اروح للورد. ده اللورد التاني او التالت ليهم. طبعا احنا هنا لازم نكون مدركين تماما ان احنا مادام معانا دعم لازم نكون بنفايت مع بعض. بحاول اضغط على الواد زايلونج. تمام، للاسف حسيت ان ما التيم بتاعي ممكن يموت، ممكن نخسر طورات رئيسيه، فقلت ملهاش لازمه، وزايلونج هيقعد يجري. تمام، مش هيوقف، فبلهاش لازمه، فاضطريت ارجع. لكن لقيت ان التيم ما فيش حاجه يعني، التيم بس بيحاول يكلير اللورد. طبعا هو هنا احسن حاجه الفالر ان هو يدوس السكند في الوقت اللي انا بدوس فيه السكند، وهو ده اللي حصل دلوقتي. السكند في الوقت اللي هانزو بيدوس فيه السكند خلاص انسى خلاص. حتى لو هانزو عمل ايه مستحيل يقتلك، ايه ده طبعا لو هيلك قليل جدا يعني، حالات معينه. برضو تاني. تمام، انا بس عايز اوصل عليهم اديهم بيزك اتاك واحده عشان استاك. عامل زي كده دخل بشكل اجريسيف، بس هو شال بياتريكس يعني.
بياتريكس بتاعنا انا ما اعرفش ليه في فايتات كتير لو ركزت هتحس ان هو بيفايت بهيلينج قليل، ليه مش فاهم يعني ليه، ايه الفكره مش ما اعرفش. هنا الواد فالر داس الالتيميت، يعني تخيل اول لما يشوفني بيدوس الالتيميت، لازم انت تستغل ده بقى، لازم التيم بتاعك يكون مركز مع النقطه دي ويستغل ده، وده بالظبط اللي بناديتا دلوقتي عمله. يعني اهو بناديتا استغل ان ما فالر خلاص معهوش الت، فيضغط عليه عادي بسهوله. تمام. اظن اوبسيديان مسكته بالالتيميت. نحاول نضغط على هذا الاخ. طبعا هنا البيلد اوكي كدامج مش واو، لانها مش واو، هي دامج عالي يعني على حاجات السكوش هي دامج عالي جدا، لكن على حاجه زي تانك جلو مثلا دامجها مش هيكون احسن حاجه. تمام. ان شاء الله نعمل بيلدات، هو اصلا البيلد العاديه بتاعتي اللي هي التقليديه تمام اللي في الفيديو اللي فاتوا كده هي مخصصه للتانكات يعني. يبقى اشوفها الفيديو اللي قبل ده على طول، يبقى اشوفها لو ما شفتش الفيديو. تمام. او بالمناسبه برضو الناس اللي بتسال على البيلدات، البيلد بسيبها في اخر الدور، بيلد بسيبها في اخر الدور. طبعا هنا بشوف هل في حد، سيدي واضح ان هو ما كانش مركز. و سكند في فيرست قتلناه. تمام. وده يظهر لك زي ما انا بقول لك ان البيلد كدمج، لا الدمج كويس وتقدر تروح وتقتل عادي الرامي وكل حاجه حتى وجايب درعين. انا ما اعرفش ان انا ما شاء الله خدوها مني، يعني خدوا البوف مني وانا اللي مكريكو، فحاجه يعني مستفزه صراحه. انا كنت بقول ايه فالبيلد كدمج كويسه. تمام. ولكن هي تركيزها اكتر على الموبيليتي. طبعا هنا كانت مشكله، يعني انا الحمد لله ان فلورين داس التيميت. عم جلو صح، عم جلو بيلعب بشراسه، يعني الراجل بيلعب بشراسه. خلاص انا هنا كنت مدرك ان هو هيقتله. تمام. ركزت على الواد فالر وجبته. كنت المفروض ارجع هنا بالايه بالعادي. طبعا انا هنا اول لما ركب فلورين رحت انا دوست الفيرست، ما لاحظتش ان هو راكبها، كان لسه ما ركبهاش. ف اوكي. طبعا هنا واضح خلاص اي تيم فايت بندخله خساره. بيجيبوا لوردات، مش عارفين نعمل حاجه. حاولت اركز على اللي، لكن للاسف عمل داش فالفيرست بتاعتي جت في جلو بداله. تمام. عرفت ان الفايت ملاش لازمه فرجعت. طبعا النتيجه كارقام لينا احنا 32-20، لكن كدور آه، احنا بنخسر عشان كده بقول لك الكلاات ملهاش لازمه. تمام. عشان كده لو التيم الاعداء جايب كلات كتير ده مش مؤشر ان انتوا هتخسروا يعني. هنا طبعا قتلنا الواد هارلي ما شاء الله. مش عارف تقريبا لما الفيرست بتاعها هانزو بتبقى على اي حد هتنيها متتبعه حتى لو عمل داش. المهم طبعا تيمنا بيعوض موتة هارلي. تمام. قال لك ازاي يعني يبقى هم اقل عدد مننا، فكاديتا راحت ماتت. لحد دلوقتي الدنيا كويسه. تمام. معلش هتلاقي كده التسجيل قطع فجأة لأن الموبايل فصل. تمام. طبعا زي ما أنا كنت بقول عموما الفكرة العامة يعني في الكلام اللي أنا كنت بقوله قبل التسجيل يفصل، إنما أنت مش بالكلات، الموضوع مش بالكلات خالص، الموضوع مش بالكلات. تمام. أنت ممكن تجيبوا جواك كلات أكتر وتخسروا. يعني هنا ما شاء الله 34 كيل، 34 كيل وهم جايبين 21، بس احنا مش عارفين نعمل فايت عدل. العم فالر اول لما يشوفني بيدوس سكند فيرست على طول. هنا بقى شايف داس التيميت وداس فليكر كده، بقى فريسه سهله جدا لازم يتضغط عليه. وفعلا هو اتجاب، يعني كده كان مركز مع الموضوع ده وجابه. لازم لما تشوف هانزو معاك في التيم وعمل الالتيميت على حد لازم تركز مع الحد ده، لان غالبا الحد ده هيكون ايه ضيع فيرست، ضيع سكند، ضيع فليكر زي فليكر التيميت زي الواد فالر. نستك على العم جلو. طبعا هنا اوكي المفروض نكون مثلا نحاول نجيب الواد هارلي لانه بعيد. تمام. بس التيم بتاعي اصلا مش معانا، هو بيبوش مش بس بعيد، ده هو بيبوش. فانا هنا غيرت رايي ورجعت ليه، لان الويفا دي ممكن تاخد التاور يعني، واحنا مش ناقصين صراحه نفقد تاورات تاني. فعملت كلير للويفا. التيم يعني ما شاء الله اوكي هم عددهم اكبر لكن عمالين بيفايتوا. يا جدعان اصبروا، ارجعوا، فكروا.
ما تدخلوش اي فايت وانتوا عددكم اقل. طبعا هم عددهم مش اقل، هم كان عددهم اكبر، بس ما تدخلوش اي فايت وانتوا ناقصين يعني. طبعا هنا بس بستاك عليهم تمام، بعمل فيجن. الواد جلو لو بصيت لو ركزت تحت كان بيبوش. طبعا زايلونج مش هينفع ادخل عليه كده والا حرفيا هيخفيني. نحاول نضغط عليه. التيم بتاعي ما اعرفش، التيم يعني تحسه اتشتت تمام. بناديتا نزل تحت. التيم جاي باتجاهات غلط. فلورين دست الالتيميت، لكن انا شايف مش وقت في وقت مش مناسب خالص، كانت تصبر شويه احسن. بيتريكس مات، كاديتا مات. انا هنا قلت خلاص لا ماليش مفر غير ان انا ادوس الالتيميت. الوحش مات ما شاء الله تمام. وهنا التيم كله مات يعني، التيم كله مات. فايت غلط بشكل مش طبيعي، فايت غلط بشكل مش طبيعي. وبعدين مفيش تركيز على هدف يعني، احنا لو كنا ركزنا كلنا على زايلون كان زمانه الجاب، لكن مفيش تركيز على هدف تمام. هتقولي زايلون مات، مات، بس مات بقى ايه ايه المقابل؟ كلنا متنا ما عدا انا. طبعا هنا كنت الواحد متضايق جدا ليه، لان مفيش وحش خلاص لاني مت، فالوقت بتاعه ضاعف تقريبا بيتضاعف الدبل تمام، فمشكله طبعا، خصوصا ان مفيش غير انا هيدافع. الواد فالر بيحاول يبعدني عن عن البيز تمام. والدور للاسف انتهى بلوز. تيم كان سيء، تيم كان سيء، كان مركز على الكلات، تيم مركز على الكلات، ده تيم كلات. لكن بقى ان احنا نحاول نجيب مش عارف لورد، ان احنا نحاول نركز في تيم فايت، ان احنا نحاول نتفاهم كده ونلعب مع بعض، لا احنا هنجيب كلات. فطبعا للاسف دور زي ده، دور طويل، دور كان طويل وصعب، ده بالشكل ده بتبقى حاجه تضايق يعني، بتبقى حاجه تضايق. التيم جايب ذهبي، اوكي. هتقول لي التيم ما جامد اهو، جايب ذهبي وكل حاجه. يا جماعه هو انت لما تجيب كيلات كتير تمام وتشارك في تيم فايت كتير هتجيب ذهبي، ده منطقي يعني. بس لكن انت كلاعبك على الارض ده سيء جدا. وانا بقول انا هنا جبت الام في بي، اللي معايا دول سيئين جدا. طبعا بياتريكس في حاجه في حته ثانيه خالص، تخيل احنا كنا متفوقين عليهم وبياتريكس جايب فضي، فتخيل يعني لو تخيل بقى لو احنا خسرانين من البدايه اصلا كان ده هيجيب برونزي يعني، دول كلهم كانوا هيقلوا للفضي وده كان هيقل للبرونزي. طبعا هنا بوريك البيانات. تيم مش احسن حاجه، دور صعب للاسف نهايته خساره. فاتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ما تنسوش